السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا اكل حلو قوي. معانا اكلة سمان بالطريقة الدمياطي، سمان محشي مرتة. ان شاء الله نعمله يعجبكم باذن الله. ومع رز معمول في شوربة السمان والكبد والقوانص. ومعانا قلقاس اخضر معمول بالسلق والليمون. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه باذن الله وتقولنا رايكم فيه. منسوش تدعمونا وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. نسمي الله ونبتدي المقادير. معانا سمان طبعا متنضف كويس قوي ومغسول. ومعانا بصل مبشور، حوالي 3 بصلات كبار مبشورين، ومعاهم طماطمية مبشورة، طماطمية واحدة. معانا بهارات ملح وكمون وفلفل وبابريكا ومعلقة قرفة ومعلقة بهارات مخلوطة. معانا قلقاس متنضف ومتقطع. معانا السلق والثوم بتوع القلقاس. ومعانا كمان ليمون عشان القلقاس. ومعانا شوية حوالي 3 معالق زيت عشان المرتة. هنحط البهارات كلها على البصل المبشور والطماطمية المبشورة، وننزل عليهم كمان بالزيت حوالي 3 أو 4 معالق زيت. أهم حاجة الخطوة دي إنها تدعك كويس قوي عشان البصل ياخد من طعم البهارات والزيت يتخلطوا كلهم سوا كويس جدا. البصل هنا مبشور. لو هو حمام او بط ممكن البصل يتعمل في الكبة يبقى مخروط شوية، لكن عشان السمان ما بياخدش سوا كتير البصل مبشور على مبشرة. دي خطوة مهمة. هنا دعكنا البصل كويس قوي قوي. السمان طبعا متنضف ومحطوط مغسول في مية وملح ومعلقتين خل ومشطوف كويس. وبعد كده نحشيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية ما السمانة تتملي مرتة. هنا بقى السمان ممكن نقفله بخلة، بس عشان السمان جلده طري الخلة بتقطع الجلد بسرعة مبستحملهاش، فهنا ممكن نخيطه بخيط وإبرة بيتعمل في ساعتها، ونضمن ان المرتة ما تخرجش في ساعة السليق. هنا السمنة اتحشت كويس جدا، ملتها كلها بصل. بس تمام كده. نبدأ بقى نخيطها عشان نضمن البصل ما يخرجش منها. هوريكم بس واحدة كده وبعد كده ان شاء الله اكمل. بتخيط في ساعتها متاخدش وقت. عشان ما تحط في المية السخنة ما يخرجش البصل منها. السمان طبيعي جلده مش بيستحمل ان يتحط فيه اي حاجة خالص، وما ينفعش اسيبها يعني مفتوحة عشان اللي فيها ما يخرجش. بعد كده بنلف الخيط بقى على الرجلتين على بعضهم كده ونلف عليهم الخيط عشان نضمن ان هي ما تخرجش البصل منها. ايوه نلف الخيط بالطريقة دي بس مش اكتر من كده. بنقطع بعد كده الخيط وكلهم هيتعملوا ان شاء الله بالطريقة دي. هعملهم كلهم وارجع لكم ان شاء الله واوريكم شكلهم ايه. كده هنا كله اتعمل، اتحشى مرتة واتخيط. المرتة بقى اللي فايضة لازم يفضل شوية مرتة بالصوص بتاعها كده اللي بينزل منها بهاراتها، تتحط حلة مية سخنة على البوتاجاز نصها مليان مية، وتحط كل البصل اللي فايض بالبهارات بتاعته فيها. دي مهمة جدا عشان تطلع لنا شوربة طعمها حلو، وتبقى الشوربة دي بنستعملها في القلقاس وبنستعملها في الرز. بنحط السمان كله كده في المية. بعد لازم المية تكون سخنت غلت، بدأت تغلي عشان السمان ما يفرقعش والحشو اللي فيه يخرج. حط كبد وقوانص بتاعتهم معاهم
هنا السمان غلي واستوى. مجرد ما يستوي ناخد شوربة منه نحطها في حلة تانية عشان نعمل فيها القلقاس، ونزود الشوربة اللي خدناها بقى للقلقاس دي شوية مية، ونزود الشوربة بتاعته السمان مية كمان عشان نكمل سوا فيها. ما بنعملش اكتر من احنا ناخد شوية شوربة من شوربة السمان دي في الحلة ونزودها شوية مية بس، والملح بتاعها طبعا مظبوط، وننزل عليها بقلقاس. الشوربة بقى التانية بتاعت السمان نزودها شوية مية غلت والسمان كمل سوا، بنشيل السمان نرفعه منها زي ما شايفين كده، عشان طبعا نحط فيها رز. طبعا الطماطم دي اللي هي طماطمية اللي كانت مبشورة مع ايه مع المرتة. بنبشر طماطمية بس عشان ايه ما يبقاش البصل حامي قوي. المية غلت كويس قوي كده، الرز بيتغسل والصفة تماما من المية، وبننزل بفرق ايه في السمان في الشوربة، وطبعا بندوق حدقها بيكون ملحها مظبوط، وننزل بالرز فيها. هتاكلوا بقى احلى حبة رز دمياطي في الشوربة بتاعت السمان دي. طبعا الكبد قوانص موجودة في الشوربة هيتطبخ مع رز. نقلب. دي بقى الشوربة بتاعت القلقاس اللي احنا خدناها، مجرد ما تغلي ننزل عليها بالقلقاس ونسيبه يستوي فيها. هنا الرز شرب ميته، غلي وشرب ميته خلاص، بنوطي عليه خالص ونسيبه يكمل سواها. دي بقى معلقة السلق، دي السلق اللي كان عندنا بنحطه في الخلاط ونحط عليه حوالي كوباية مية ونطحنه. بعد ما نطحنه بنصفيه خالص عشان ناخد المية بتاعته للقلقاس زي ما انتم شايفين كده. والتفل اللي بيطلع من التصفية هو السلق نفسه بنحطه مع التوم عشان نعمل بيه التقلية اللي على وش. ده السلق لما طحن بالمية والصفة اتحط على القلقاس عشان القلقاس يبقى اخضر زي ما انتم شايفين كده وبيديله طعم حلو. بعد ما غلي والقلقاس استوى تماما يعني بننزل بالليمونتين معصورين عليهم، ونسيبها حوالي ايه 10 دقايق كده او 5 دقايق ونطفي عليها. هنا بقى التومة خدناها هي بنحمرها بمعلقة سمنة او زيت، تقليبة بس بسيطة كده لغاية ما يبقى ريحة التوم حلوة، ما تتحمرش طبعا قوي. ننزل معاها بالسلق اللي احنا طلعناه من تصفية السلق. السلق طلع من التصفية بنقلبهم كده مع بعض، وننزل بهم على القلقاس بعد ما استوى وطفينا عليه. بناخد بقى كرنبين كده من الشوربة نحطهم في المقلاية، نلم السلق بقية السلق والثوم اللي فيها، وننزل بهم تاني على الحلة. هنا بقى حطينا معلقتين سمنة مع معلقتين زيت، نحمر فيهم السمان لغاية ما يبقى لون ذهبي كده وحلو. نخلص تحمير السمان بناخد السمنة والزيت دي نقطع بقى للرز اللي اتطبخ في الشوربة نجيبها عليه. وبعد كده الرز بقى ما بيستوي بنغرفه زي ما حضراتكم شايفين كده، ويستوي السمان بالشكل الجميل الحلو ده. وقلقاس كمان هتجربوها هيعجبكم اوي ان شاء الله بالسلق والليمون. لازم القلقاس يكون استوى كويس جدا، يكون مستوي يعني دايب كده زي ما حضراتكم شايفين كده. متنسوش قلنا رأيكم ايه، وبألف هنا يا رب.